ما ساقش خبر حتى قال لي الدري صاحبي كنت جالس ما بين عليا حتى عيط عليا السي والد الركراكي وقال لي هاد البارح قال لي بنخلي عليك كادو وفرحت بزاف الحمد لله. ما تيقش الصراحه، واحد الفرحه اللي كبيره الحمد لله وكنشكرو بزاف على الثقه اللي دار فيا. الحمد لله انا اولا الحمد لله انا فرحان بزاف، حيت دار فيا مدرب والد الركراكي الثقه، وفرحان نكون مع هاد الجروب هذا اللي فيه لعابه كبار، وفرحان بزاف الحمد لله. وكنشكر جميع الجماهير المغربيه على التشجيعات ديالهم، وكنشكر والديا اللي عاونوني بزاف من الصغر ديالي باش نوصل لهذا الشيء الحمد لله. وانا فرحان بهذه التجربه هذه بزاف. ان شاء الله غادي نخدم وندير اللي عليا باش نكون في حسن الظن ديال المدرب والد الركراكي، باش يزيد يثيق فيا اكثر ان شاء الله باذن الله. هذا الخبر الاستدعاء ديالي للمنتخب يعني الحمد لله فرحني بزاف وفرح العائله ديالي. الوالده ديالي الله يرحمها مسكينه كانت ديما كتقول لي زعما ان شاء الله نشوف في المنتخب. الحمد لله انا في المنتخب وهي الله يرحمها ويوسع عليها. كنبغي نقول لها انا فرحتك الوالده. الحمد لله انا مع اصدقاء ديالي هنايا، وكنبغي ان شاء الله نقدم الاضافه لهذه المجموعه هذه اللي فيها لاعبين كبار واللي عطاو كثير للمنتخب الوطني. كنتكلم معايا السي والد الناخب الوطني، الحمد لله فرحني بزاف بهذا الخبر هذا، وقلت له انا مستعد انني نضحي على جال بلادي وعلى جال هذا المنتخب اجل هذا القميص هذا. الاستحقاق الجاي يعني خصنا نحضروا بشكل جيد. الحمد لله المجموعه اللي كاينه دابا مستعده لاي غمار في الافريق في الأوروب فين ما. الحمد لله حنا ما علينا غير نقدموا الإضافة المرجوة للمنتخب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.